السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله. النهارده ان شاء الله انا هعمل معاكم كعك تاني يوم العيد، مفيش مشكلة خالص. ممكن يحصل عندنا اي ظروف تخلينا مناش نعرف نعمل كعك قبل العيد، او ممكن نعمل ويخلص، يعني الموقف كتير. المهم ان انا هعمل معاكم النهارده ان شاء الله كعك سريع وسهل وبسيط قوي، ومش هيحتاج خميرة، مكونات بسيطة وتقدري ان انت تعمليه في اي وقت. وزي ما بيقولوا كده ممكن تسميه كعك ال10 دقايق، هيتعمل معايا من غير وقت خالص ومن غير مجهود. انا عندي هنا هعمل كيلو من الكعك، هستخدم ليه 4 جبنه نستون. طبعا معروف كعك جبنه النستون، بس انا عايزه اقول لكم ان انا جربته وكان جميل قوي، وبيكون دايب كده وناعم وجميل خالص. كيلو دقيق عليه 4 من الجبنه النستون، عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليه ورقتين فانيليا، نص كوبايه ميه، ونفس المج بتاعه كوبايه سمنه، وعندي حوالي معلقتين من السكر. لو انت حابه تعملي الطريقه ديت وتحطي عليها خميره عادي خالص، ممكن تحطي خميره لو انت حابه طعم الخميره في الكعك. لو انت عايزاه سريع بقى استخدمي المكونات ديت واعمليه. والحشوه عندي كان هنا هستخدم عجوه. انت ممكن تستخدمي اي حاجه انت حباها للحشو، او ممكن تعمليه ساده براحتك. انا الاول كده نزلت بالاربعه جبنه نستون، هنزل عليهم كمان بكوبايه سمنه على زيت، ممكن زبده، ممكن سمنه بلدي، على حسب ما انت عايزه، على حسب امكانياتك. هضربهم كده بايدي، انا عايمهم بايدي او بالمضرب الكهربائي او بالهاند بلندر، على حسب برضو امكانياتك الموجوده عندك. وممكن لو انت استخدمت ايدك كمان هيكون جميل خالص. هضيف كمان معلقتين من السكر البودر، والباقي هسيبه ان انا احط عليه من بره برضو على حسب رغبتي. اللي هنا المقادير او الحاجات اللي انت تستخدمها مش مقيده بيها، انت استخدمي اللي يريحك. بعد ما اضربهم واحس ان هما نعموا كويس مع بعض، هنزل عليهم بنص كوبايه الميه وارجع تاني ان انا اضربهم. ممكن تستبدلي الميه باللبن لو متوفر عندك، مش متوفر خلاص الميه هتكون جميله خالص. هشيلهم كده على جنب. هجيب بقى مكونات جافه، هجيب شويه من الدقيق اللي انا استخدمته واحط عليهم السمسم برضو على حسب رغبتك، مش قلت عليه في المكونات في الاول، بس لو موجود عندك حطيه. هضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، بس بحب اخله كده عشان مش يكون فيه تكتلات، واقلبهم كويس او مع بعض. وهضيف الفانيليا، ممكن اضيف الفانيليا عليهم برضو واقلبهم، ممكن انا اضيفها على العجينه مفيش مشكله، او على السائل اللي عندي مفيش مشكله. انا هنا بخلط المقادير دي كلها في بعض، ليه؟ عشان ما تنزلش على السمنه تلزق في مكان ومكان تاني ما يكونش فيه. فانا افضل ان هو يتقلب مع الدقيق الاول كده علشان اتضمن انه كله توزع توزيع صح. اتمنى ان انت لو وصلتي في الفيديو لحد هنا تدعميني باللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبك. هنزل بالدقيق بقى بالتدريج شويه شويه كده، واقلب لحد لما العجينه تظبط معايا، بس هو هياخد كيلو دقيق بالظبط. هو الفرق في الكعك ده، الجبنه النستون بتديله قوام كده وتديله نعومه، وبيكون دايب وطعمه جميل خالص. والحاجه التانية ان انت طريقه العجن بتاعته مختلفه شويه عن طريقه العجن في الكعك اللي احنا بنعمله اللي متعودين عليه. العجينه بتكون مش بتلزق كده، بتكون بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين كده. بسيبها ترتاح بس دقيقتين 3 كده، مش كتير، عما اولع الفرن يسخن، وبعدين هبدا ان انا اشكل. ممكن تشكلي على طول وتنقشي على طول، وممكن تضيفي اي حشو زي ما انت حابه. انا عندي هنا دي العجوه اللي انا بعملها في البيت، عجوه عاديه خالص، انا بشيلها في الفريزر. وبعد كده باخدها احطها على النار كده، ادفيها على النار بشويه سمنه وشويه ميه صغيرين، وبعد بكورها بقى واحشي بيها الكعكايه عادي خالص. وبعد كده بشكله بقى بالبصامه عندي اللي هي الشكل المألوف بتاع الكعك، او بالمنقاش، او بالشكل البلاستيك ده بتاع الكعك برضو، التشكيل على حسب رغبتي. وارصه في الصينيه مش بتكون مدهونه ولا اي حاجه. وفي الوقت ده انا بكون مولعه الفرن يسخن، بدخله لما اخلص الكميه اللي عندي كلها في الفرن على الرف اللي في النص متوسط الحراره، لحد لما ياخد اللون الذهبي من تحت ومن فوق كده، زي ما هوريكم لما اخلص الكميه اللي عندي كلها. سهل وبسيط وجميل وما بياخدش وقت، وكمان طعمه زي كعك العيد بالظبط، مفيش اي فرق فيه خالص، بالعكس ده بيكون دايب. طعم الجبنه ما بيكونش ظاهر فيه، بيكون قوامه ناعم كده وجميل خالص. جربوها هيعجبكم. ده الشكل النهائي. انا قسمت الكميه كده، ده الكميه كلها انا قسمتها نصين، عملت نص ساده ونص التاني حطيت عليه سكر. ما شاء الله شكله جميل خالص وطعمه كمان اجمل. اتمنى ان انتوا تجربوه، اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. عيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.